هتعملي الميني بيتزا بأسهل طريقة وبأقل التكاليف بعجينة هشة قطنية. مش هتاخد معاكي وقت خالص في التحضير، هتعمليها في ثواني. طبعا هتنفعك فطار او غدا او عشاء، وبرضه هتنفعك في سندوتشات المدارس. يلا بينا نشوف هنعمل الميني بيتزا القمر بتاعنا ده ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. معايا بولة حطيت فيها ربع كوباية من المية الفترة، ومعلقة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلب المكونات دي كلها مع بعض. وبعد كده هضيف ربع كوباية من الزيت. اهم حاجة يكون الزيت اللي هتستخدميه يكون من النوع الكويس اللي هو ملهوش ريحة. وبعد كده هنزل بنص كيلو من الدقيق او الطحين، طبعا ده منخول. رشة كده من الملح، ومعايا كده معلقتين كبار من اللبن البودر. هقلب المكونات دي كلها مع بعض. وبعد كده هنزل بكوباية من اللبن. طبعا ده لبن قاطع. برضو ممكن تستبدليه بلبن حليب او بلبن رايب. او طبعا لو انت عندك شرش جبنة تعملي بيه. هاجم بقى كده المكونات دي كلها مع بعض لحد كده ما تبقى تلم معانا وتبقى كده معانا عجينة كده طرية بتلزق كده بسيط. هتعجني فيها كده من 5 ل6 دقايق. كده خلاص العجينة لمت معانا. هغطيها بقى بكيس بلاستيك وهسيبها لحد ما تخمر. هنعمل كده صلصة البيتزا كده على السريع. انا معايا كده معلقتين من الكاتشب، عليهم معلقتين من صلصة الطماطم. طبعا لو مش متوفر عندك الكاتشب هتعملي بصلصة الطماطم بس. هضيف التوابل معايا كده مع ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر، وربع معلقة صغيرة من البصل البودر، ورشة كده من الملح كده بسيطة، وعليهم كده معلقة من الزيت. يبقى كده معانا اسرع صلصة بيتزا. كده خلاص العجينة اختمرت معانا ما شاء الله. نبدأ بقى نكورها كور كده حسب ما انت عايزة. انا هعملها كده بحجم الطماطمايه. هكور كده واحط كده في صاج او صينية، طبعا مش مدهونة اي حاجة خالص. طبعا الحجم اللي انت عايزاه. فطبعا بما ان احنا هنعمل بقى ميني بيتزا فهنعمل بقى حجم مش كبير. وهنفرد هنبدأ بقى كده نفرد الكور بالشكل ده. وهنعمل لها كده تجويفة كده من النص علشان نضيف الحشوة. هنبدأ كده نعمل لها كده تجويفة من النص بالشكل ده. وبعد كده هخرمها بالشوكة علشان طبعا ما تقبش مننا زيادة عن اللزوم. نخرمها بقى بالشوكة بالشكل ده. وبعد كده هجيب بقى صلصة البيتزا اللي احنا عملناها، وهندهن كده وش العجينة. طبعا هندهن كده في النص مش على الاحراف، في النص بس. وبعد كده بقى هنزل كده بميكس جبن، طبعا اي نوع جبن انت حباه، عشان بس تمسك لي الحشوه اللي احنا هنحطها. طبعا انا هحشيها بلحمه مفرومه. فطبعا ممكن عادي تحشيها باي نوع حشوه انت حباه. طبعا دي لحمه مفرومه انا معصجاها، وهنحشيها كده باللحمه المفرومه. ممكن تحشيها بفراخ، بسجق، بسلامي، باي حاجه انت عايزاها. ممكن برضو تسيبيها ساده كده تعمليها بجبن، بتبقى برضو تحفه. وهزينها كده هحط كده على الوش كده فلفل اخضر. وممكن برضو تضيفي زيتون حسب ما انت عايزه برضو. وعلى الوش كده رشه كده من الميكس الجبن. وطبعا هيكون مسخنين الفرن على اعلى درجه في الرف اللي في النص. وهنسيبها كده في الفرن كده لحد ما تستوي معانا. يعني هتقعد حوالي كده ربع ساعه او تلت ساعه على حسب طبعا الفرن اللي عندك. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفه. معانا كده البيتزا عجينتها طريه وهشه وفي منتهى الجمال، وعملناها باسهل طريقه، ومش هتاخد معاك وقت خالص في التحضير. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.